هل تفتكر انت ممكن تحل اسئله غلط في الامتحان وتيجي اخر السنه ان شاء الله يوم النتيجه تلاقيها معموله لك صح؟ ممكن الكلام ده يحصل فعلا؟ وهل الكلام ده حصل معايا ولا لا؟ وهل انت اصلا المفروض تتعامل بالمنطق ده حاليا ولا لا؟ كل الكلام ده هقوله لك دلوقتي. الحقيقه لما انا كنت في ثالثه ثانوي، قبل فتره الامتحانات او في الفتره اللي قبل الامتحانات على طول، قبل الامتحانات على طول، كنت بقلب في الموبايل كده، فالمهم لقيت فيديو المستر بتاعي، كان ما شفتوش اصلا والمستر عمره ما قال لنا عليه، بس كان مصوره من سنه من السنين اللي فاتت يعني. والفيديو ده سايبه لك في قناه التليجرام، كنت نزلته من 5 6 ايام تقريبا، فادخل شوفه لو ما شفتوش. وهسيب لك برضو لينك قناه التليجرام تحت في الديسكربشن. الحقيقه المستر كان قال فيه ان هو لما كان في ثالثه ثانوي في ماده الرياضيات، ماده الرياضيات طبعا تقريبا كانت ايامه ماده واحده بس هي دلوقتي هي كانت في كتاب واحد فاهم، بامتحان واحد. انما هي حاليا طبعا لا، 4 امتحانات. وبيقول ان هو وصل لمرحله من التعب، ان هو لدرجه ان هو كان فاهم انت اللي هو حل كل الكتب الخارجيه اللي موجوده في السوق. طبعا ساعتها الكتب الخارجيه ما كانتش كتير، واصلا الرياضه ما فيهاش كتب خارجيه كتير يعني، لكن وقتها الكتب الخارجيه مش كتير فحلها كلها. دي حاجه. الحاجه التانيه ان هو كان اي اتنين يسمعهم بيتكلموا عن مسألة في الرياضه معاه في الدرس بقى، اي حاجه كان يسمعهم ويشوف المسألة دي عارفها ولا لا. لدرجه ان هو لما كان يمشي في الشارع مثلا ويشوف ورقه امتحان مرميه، او يشوف اي حاجه ليها علاقه بماده الرياضه يمسكها ويشوف هل هو يعرف يحل المسألة دي، يحلها بعينيه كده. كان المسائل اللي في الامتحان كلها بعينيه، والله عرف تمام، ما عرفش يحلها بقى بعد كده ويفهم فكرتها وكده. فتخيل انت مستوى المجهود ده لما يدخل امتحان اخر السنة يعمل ايه. طبعا يخلص الامتحان بسرعة وبسهولة، ويعني الموضوع لذيذ معاه جدا. وبعد كده يروح المستر يراجع مع المستر بتاعه بقى الامتحان، فيكتشف ان عنده مسألة غلط. وده انا بقول لك مسألة، مش بقول لك سؤال. مسألة يعني ايه؟ يعني حاجة بدرجات كتير. مسألة غالبا في رياضة أو في مواد بقى، في فروع معينة في الرياضة، إن هي أنت اللي بترسم الرسمة وبعد كده تحل بناء على الرسمة. فهو رسم ولا رسمة غلط، فحل بناء على الرسمة غلط. ولكن طبعا كانت صدمة، يعني هي كانت صدمة بالنسبة له مش طبيعية. أنت فاهم أكتر مادة تعب فيها وحل الامتحان بسهولة جدا، ويتخش يسأل يضغط في مسألة هو أصلا عارف حلها. وأنت أكيد جربت الامتحان السؤال، يعني جربت الإحساس ده زي ما برضه جربته أي حد جربه. بس يتفاجئ بعد كده آخر السنة إن هو قفل رياضة كاملة. مش بس كده، يعني انت متخيل ان هو مش غلط سؤال، لا ده غلط مسألة. ففكرة ان مسألة كاملة تعدي وتتحسب صح، دي حاجة مش سهلة. برسمة، مسألة برسمة كمان، يعني دي حاجة مش سهلة خالص. بتوع علم الرياضة عارفين كده وبتوع أزهر عارفين كده. الحقيقة أنا لما سمعت الفيديو ده بصراحة يعني ما اقتنعتش قوي، عشان أكون صريح معاك. يعني حسيت الموضوع يعني بعيد شوية. قلت يمكن دي حالة فردية حصلت ولا حاجة. هو برضه كان تعب قوي، ويعني أكيد الكلام ده مش بيحصل مع كله. المهم دخلت الامتحانات، وبعد كده طبعا انت عارف بقى بعد الامتحانات انت بتبقى حاسس يعني احساس مش لذيذ كده، لما انت تلاقي نفسك غلطان غلطة ولا غلطتين ولا ايا كان عدد الغلطات انت غلطته. طالما انت كنت فعلا تعبان في المادة بتلاقي نفسك حتى لو ايه، بس انت فعلا تعبت في المادة دي طول السنة، انت سنة كاملة بتذاكر المادة دي بتتعب فيها، عشان بيجي بعد كده وتشوف اللي هو طب انا اغلط ليه؟ ليه اغلط؟ حرام يا جدعان. بس وقتها بقى سبحان الله تاني يوم انا فاكر كان في ماده كنت جاي منها كنت زعلان جدا ان انا غلطت فيها. ان انا كنت فعلا يعني وصلت لمرحله من التعب، يعني أنا خلاص انت بتبقى في نص الامتحان انت مضغوط وكمان بتنقص، يا ربي على القرف. الموضوع بيبقى صعب، فعلا فعلا بيبقى صعب، وبالذات لما تنقص كمان في حاجه انت عارفها. يعني في حاجات ممكن تكون مراجعها بالامتحان وسبحان الله تخش الامتحان تنساها. طب ازاي يا جدعان؟ ازاي الكلام ده بيحصل؟ يعني مش فاهم، انا مش فاهم ده ليه بيحصل كده. فسبحان الله، بس انت بتقول يمكن في خير، يمكن في خير، كل امتحان تقول كده يمكن في خير. بتلاقي سبحان الله بعد كده ربنا يعني. هقول لك دلوقتي، هقول لك. المهم بعد تاني يوم من الامتحان فتحت الموبايل كده وببص، كنت بفتح اليوتيوب. فالمهم لقيت فيديو المهندس اسمه احمد. الحقيقه مش فاكر تقريبا كان اسمه احمد، وانا ما سمعتوش اصلا غير فيديوهين بالظبط. فكان بيشرح فيزياء وانا ما كنتش بسمعه اصلا. وكان اللي فاكره ليه ان كان في صوره من صور فيديوهاته كان مكتوب عليها عشان تمسح على ابوك، انا فاكر حاجه زي كده. المهم سمعت له الفيديو ده وهو برضو كان بيتكلم على واحد صاحبه في الجامعه. المهم واحد صاحبه اللي في الجامعه ده كان من اكتر الناس اجتهادا في ماده برضو معينه عندهم في هندسه بقى، اكيد مش عارف اسمها يعني. المهم لما تعب جدا في الماده دي وكان حصل له ظروف، جه قبل الامتحان ما عرفش يذاكر او ما عرفش يلم الماده قبل الامتحان. في داخل الامتحان طبعا ما راجعش وما ذاكرش. هو كان معتمد على مذاكرته اللي قبل كده. في داخل الامتحان ما حلش كويس. ولما طلع ما حلش كويس هو لدرجه ان هو كان فاكر ان هو هيسقط.
فطلع قعد يعيط 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 يعيط، صحابه يهدوه صحابه يهدوه صحابه يهدوه، ويقولوا له والله انت تعبت وانت عملت وانت سويت وي 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 وي. ولكن هو طبعا مش مقتنع، يعني هو أنا حليت غلط، ايه اللي هيحصل يعني؟ بس يتفاجئ بعد كده ان هو خد تقريبا يا اما اول الدفعه يا اما اعلى درجه في الماده دي في الدفعه. تخيل. يعني موضوع مش، يعني عارف انت بقى لحظتي ساعتها بقول الموضوع يطلع بجد كده. فاكر وقتها برضو سمعت الاتنين تلاتة كده فيديوهات بنفس المبدأ ده، بس يعني ما كنتش مركز فيها قوي بقى، خلاص الفكرة اتزرعت في دماغي ممكن تحصل. ف يعني طبعا يعني اعمل ايه طيب؟ قلت خلاص انا هكمل وان شاء الله ايا كان ايه اللي هيحصل بقى. خد بالك أنا برضو كنت دايما بطلع من الامتحان عايزك تطلع دايما كده يعني. كنت بقول يا رب يا رب انا تعبت في المادة دي، وانت عارف وانت شايف وانت متخيل يا رب، وشفت كمية التضحيات اللي انا ضحيتها. ف صدقني يا رب، يعني انا كمان ما غشيتش برغم ان كله بيغش. ها، برغم ان كله بيغش. وانت الطبيعي او يعني انت اللي بيحصل للاسف انك بتلاقي فيه غش كتير جدا في اللجان. احيانا للاسف بيبقى في مراقبين يقول لك اللي هو انا انا سايب اللجنه عشان الناس تعبت اهلي تفرح ومش عارف ايه، بس مش عارف، بس احسها يعني انت بتضيع تعب اللي تعب بجد، بتضيع تعب اللي تعب بجد. بس ما علينا، يعني ما بتكلمش في الحته دي، ماليش دعوه بالعلاقه دي يعني، ولا لي اي دعوه. انا بس بتكلم في فكره ان في غش، بس انا ما كنتش بغش. كنت بقول يا رب انا تعبت ما غشيتش، اكيد يا رب انت هتنصرني، اكيد يا رب انت يعني اجبر بخاطري يا رب، يا رب اجبر بخاطري. كنت بقول كده دايما، وعايزك برضه تقول كده. ولكن لما جيت في الاخر بقى سبحان الله ببص في النتيجه، لا، ده الموضوع طلع بجد. ده الماده اللي انا تعبت فيها فعلا لا قفلتها. لا، طب ازاي ده؟ ازاي يعني حصل؟ كمان ابص في النتيجه الاقي تقريبا كل المواد اللي انا تعبت فيها فعلا وصلت لاعلى مرحله، اللي هو 100%. مفيش حاجه تانية ممكن تتعمل، مفيش حاجه تانية ممكن تتعمل بعد كده. اللي هو أنا خلاص انا جبت اخر اخري، مش اخري بس، جبت اخر اخري. وزي ما انت عامل كده بالظبط، متاكد انك جايب اخر اخرك في مواد كتير، وباذن الله ربنا يكرمك فيها. الاقي نفسي يا اما مقفلها، يا اما لو ما قفلتهاش فانا نقصت فيها حاجه بسيطه، يعني اللي هو درجه درجتين مثلا. وانا اصلا كنت حاسب نفسي اكتر من كده، فاقول الحمد لله. بينما المواد على فكره اللي أنا ما تعبتش فيها برضو لا ما قفلتهاش وما جبتش درجه حلوه. يعني انا نقصي في المواد اكتر اللي انا فعلا ما وصلتش ل 100% بتاعتي فيها. فانا زي زيك ما وصلتش ل 100 بتاعتي في المواد، بس الحمد لله يعني ربنا كرمني. وتوتال انا كنت الحمد لله جايب مجموع كويس كمان. وهنا عايز اقول لك انك عايزك تكمل بقيه الامتحان بفكره لعل الله يحدث بعد ذلك امر. ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيضيع تعبك، مش هيضيع دعواتك ودعوات اهلك، ومش هيضيع اي حاجه من الرحله دي كلها صدقني. بس عشان انت توقن فعلا بالايه دي، لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، لازم تطبق الشرط اللي كان موجود قبلها في السوره: وهي من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبه يعني كفيه، اللي هو ربنا معاك فيبقى كفايه. ان الله بالغ امري قد جعل الله لكل شيء قدرا. فانت عشان تطبق بقول لك الايه بتاعت لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، لازم انك تكون محقق الشرط الاولاني. المهم كنت بدعي يقول لي رب انا غشيتش فيا رب اكرمني. وكنت موقن بحاجه زي كده. كنت رغم ان الشيطان دايما بيقعد يوسوس لك ان انت ما غشيتش فالشخص اللي غش هيجيب على منك، صدقني انت بتسعى دايما ورا الدرجه. مش مهم بالنسبه لك الحل قوي، انت حليت، انت بالنسبه لك انك طول ما انت في الامتحان تحل صح ده اكيد مليون في الميه. بس اقصد بعد كده انت مستني درجه، مش مستني ان الحل بتاعك يبقى صح. زي ما انا ممكن مثلا لما اجي اغش امتحان، انا فاكر لما كنت بغش يعني كان ممكن سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى كان دايما ينقصني كتير جدا في الامتحان اللي انا غشيت فيه. حتى لو كنت طالع حالي صح وحاسس ان انا ممكن اقفل الامتحان ده فعلا، ان انا مش لاقي غلطات عندي الحمد لله. فاللي هو اطلع الاقي نفسي لأ، عندي غلطات كتير. لا وعندي يعني اللي هو مكتوب في ورقه وانا اصلا مش عارف ازاي عدت عليا. فاهمني؟ فصدقني ما تغشش، وصدقني ايا كان ايه الغش اللي موجود في اللجان مالكش دعوه بيه. اكرف اكرف، انا عايزك تكرف لكل الكلام ده، واتعب واطلب من ربنا انك بكل السيناريو اللي انت بتعمله ده يكرمك اخر السنه. قول له يا رب انا عايز مجموع، يا رب انا اطلب من ربنا. ما اعتقدش ان طبعا احنا بنطلب من ربنا سبحانه وتعالى خير وكل حاجه، بس احنا بنبقى بنطلب من ربنا اللي احنا عايزينه برضه. عايز تطلب من ربنا اللي انت عايزه، عايز تطلب من ربنا المجموع اللي انت عايزه اللي انت نفسك فيه. وايا كان ايه حلك
ولو انت كمان عايز تقتنع، انا اقول لك حاجه، انت احيان كتير لما انت بتيجي تراجع مثلا بعد ما تحل الامتحان، انا بتكلم جوه اللجنه، بتلاقي نفسك ايه ده، ازاي حليت السؤال ده بالطريقه العباسيه دي، ازاي اصلا اخترت الاجابه الغلط دي، ازاي يعني، يعني ده سؤال مباشر بالنسبه لي. فانت ممكن الكلام ده، طبعا انت لو عندك وقت لازم تراجع، وانت لازم تراجع في ثالثه ثانوي زي ما قلت لك قبل كده، انك المفروض تحل الامتحان في نص الوقت بس في البيت، تكون انت متدرب على كده، فبالتالي تيجي في اللجنه انت عندك وقت تحل الاسئله الصعبه، وبعد كده تبدا تراجع تاني. في ثالثه ثانوي لازم تراجع، انما بعد جاي في الكليه غالبا بيبقى عندك الوقت مش كفايه، ب... يعني حته تراجع راجع، ما لحقتش ما تراجعش يعني، خلاص ربنا يستر، يعني نعمل ايه، الوقت مش كفايه. المهم بعد كده اللي انا عايز اقوله لك، يعني انت زي ما بتلاقي حاجات غلط وانت بتراجع كده، بتلاقي ممكن سبحان الله انت تلاقي عندك برضو حاجات، الحاجه اللي انت يعني بدل ما انت تكون هتعملها غلط، لا ده انت سهوا عليك فعملتها صح، وانت اصلا السؤال ده كنتش عارف فكرته. فهي دي الطريقه اللي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكون بيستجيب بيها دعواتك. ممكن برضو الاسئله المقاليه تلاقي معظم اصلا المصححين ما بينقصوش الدرجه كامله، بينقصوا لك مثلا نص منها لو انت عامل حاجه غلط. كل الكلام ده عشان هم عارفين ده السلسله، وعارفين اهلك تعبانين، وعارفين كل الكلام ده. ممكن حتى لو مش كل السيناريو ده، ممكن تلاقي ربنا سبحانه وتعالى كرمك، هي كده بقى اللي هو هي كده. يعني انت هتلاقي مثلا اقول لك حاجه في الفيزياء، ماده الفيزياء طبعا كله بيشتكي من الفيزياء، لان الفيزياء جايه امتحان صعب جدا، لدرجه ان مستر محمد عبد المعبود عمل عنه فيديو، فانت متخيل الصعوبه بتاعت الامتحان. انت عارف هتلاقي من اعلى المواد للدفعه هتلاقي هي الفيزياء دي على فكره. ليه؟ لان خلاص انت الموضوع بقى هتلاقي في تساهل في ان هم يدوا طلبه درجات، لان فعلا الطلبه هم شافوا ان الامتحان صعب، شافوا الامتحان فعلا مش ما كانش سهل، فاهمني؟ فانا عايزك دايما تكمل الفتره اللي جايه دي، وتكمل لحد النتيجه، مش الفتره الجايه بس، تكمل لحد النتيجه بمبدا لعل الله يحدث بعد ذلك امره. وانت موقن بالكلام ده، وتدعي ربنا تقول يا رب انا حليت كويس، او يعني يا رب حليت، يا رب عشان تعبت جدا وانت شايف السنه كلها بعمل ايه، يا رب ما غشيتش، فيا رب اكرمني بالمجموع الفلاني اللي انا عايزه، او اكرمني بالكليه اللي انا عايزها. ادعي ربنا باللي انت عايزه على فكره، وادعي برضه بالخير عادي، مفيش اي مشاكل. كده اظن يعني ان شاء الله يكون معظم فيديوهات الدفعه دي خلصت. آه يمكن برضو لا ان شاء الله هبعمل فيديو في الاجازه ازاي تستغل الاجازه دي، فتره مهمه جدا، وهحاول اعمله بطريقه مختلفه ان شاء الله. باذن الله الفيديوهات الجايه هتكون للدفعه الجديده، وعايزك ان شاء الله لما تخلص امتحانات تبقى تتفرج عليها، لان هي غالبا مش هيبقى فيها نصايح قوي يعني، النصايح هتبقى على فتره الدراسه كده ان شاء الله، وهتبقى نصايح مختلفه تماما عن كل النصايح اللي موجوده دلوقتي ان شاء الله، بس ان شاء الله الفكره دي تنجح يعني. بس كده اشوفك فيديو جديد، وما تنساش تدخل جروب التليجرام، وان شاء الله ان شاء الله انت هتشوف الفيديوهات الجايه، بس يعني لو لقيتهاش هتنفعك غالبا حاليا، انت بقالك 10 ايام بس خلصهم على خير، وبعد كده يبقى معاك 3 شهور بحالهم لحد ما تبقى طالب جامعي زي حالاتنا كده. واشوفك فيديو جديد، مع السلامه.